السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. بديت لكم من الكوزينه. المهم دابا 4 وقسماين وباقي ما وجدت حتى شي حاجه للفطور. يلا جيت من الخدمه غادي نحاول ولا نتحدى راسي انني اليوم نوجد الطبله كامله قبل ما يأذن المغرب، حيت ديما انايا كتلقاني المغرب كيأذن وانا باقا مخشيه في الكوزينه باقي ما ساليتش. اليوم غادي ندير تحدي بيني وبين راسي ونشوف واش نيت غادي نقدر انني نوجد هادشي اللي زعما دايره انه باغا نصاوب اليوم قبل من المغرب. المهم انايا خلاها كان ديجا زعما دايره شنو باغا نصاوب كلشي، يعني عارفه شنو غادي ندير. ماشي يلا غادي نبدا نفكر شنو غادي ندير. خليكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي يكون طويله ديال الفطور في مده ديال 2.5 ساعة تقريبا باش خاصني نوجدها. خليكم معايا، ما غاديش نوريكم انا كيفاش غادي نطيب طبيعه الحال، نتوما تبارك الله راكم عارفين. غادي نوريكم غير لي زيتاب ونقول لكم زعما شارك معكم شنو غادي ندير اليوم وصافي. المهم اول حاجه اللي غادي ندير في الحسوه غادي ندير هنا الزرع مهرس، درته في الصباح خليته كيفزك باش يرطب ومنين نبغي نطيبو يطيب دغيا دغيا. المهم اول حاجه غادي نرميه في الكوكوط نسد عليها باش ما ياخذش ليا الوقت، باش ما يشدش ليا حتى ما يشدش ليا الكوكوط، ما يشدش ليا البوطه زعما. حيت دابا البوطه ملي كتكون عامره كلها ما كتصيبش كيفاش ديري تبقاي طيبي هنا وهنا وهنا. كنحاول انه نقص لو ماكسيموم اللي نقدر زعما نحيدو من البوطه باش البوطه كتخوى ليا منين نبغي نحتاجها لكاع خاويه. هادشي علاش غادي نسبق هذا وغادي ندير خاصني الماء طيب نديرو حتى هو يطيب حتى هو باش حتى هو نحيدو من فوق البوطه. وفي هذا الوقت كامل خاصني او ميم طون نوصل الماعن، حيت الماعن الا خليتيهم مورا الفطور عولي على انه غادي تدوزي واحد ساعتين في الكوزينه وانت كتغسلي في الماعن. وانا غادي غادي نصفي منه هذا الماء درت ليه الصباح ونرميه. هنا من بعد ما درت ليه الاقامه ديالته كامله العطريه ديالو نشد عليه وغادي نحطو في البوطه باش تصفر عليه واحد شويه ونحيد. عندي هنا الدجاج اللي جبدته الصباح باش يطلق من الفريغو، غادي ندير ليه العطريه ديالو ونخليه يترقد واحد شويه حيت غادي نخشيه في الفران. غادي ندير الوصفه ديال الشعريه الصينيه مع الدجاج. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هم المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. هنايا قلبت الزرع فيه طابليه من كوكوط وقلبته هنا في هاد البرمه هذه، حيت عندي غير كوكوط وحده وخاصني فيها الدجاج، فاضطريت انه نقلبه هنايا باش نكمل ليه الحليب ديالو، باش نكمل ليه الحليب ديالو وداكشي ديالو كامل. عاد ديك الساعه وكوكوط ندير فيها الدجاج اللي درت نديرو فيها باش يتقلى ليا وباش يطيب. المهم البنات يلا مجوجين شريو 2 كوكوطات، ما تشريوش غير كوكوطه وحده. ندير هاد الدجاج هنا خليه يتقلى واحد شويه، عاد نسد عليه الكوكوط باش يطيب دغيا دغيا. عاد ندير الشعريه الصينيه ان شاء الله. البطاطا غادي نشدها غادي نقيها وندير مربعات باش نسلقها وندير واحد سلطه اللي خفيفه باش نعاون بها على هذا الشيء،
حيت دابا حنا الفطور كنديرو فطور واحد، يعني ماكله وحده، ما كندير لا سحور لا والو. الوجبه اللي كناكلو في الفطور صافي هي اللي كنبقاو عليها. في السحور كناكلو شي حاجه خفيفه، مثلا شي دانون ولا شي حاجه صافي. يعني في الفطور خاصني ندير يعني وجبه اللي تكون هي هذيك باش نشبعو. وصافي هادشي اللي غادي ندير. غادي نقرض البطاطا ونديرها تسلق، وغادي نزيد عليها البصله شويه الطون وصافي. والله يجعل البركه. ونحطها مع هادشي حيت خفت هادشي زعما ما يكونش زعما ما يشبعناش مزيان. هاد الشعريه الصينيه ما تشبعناش مزيان. هادشي علاش قلت نزيد حتى البطاطا نحطها حتى هي حداها، وهكا نعاونوا بها القضيه شويه. المهم دابا الوقت وصل ل5 الا ربع دابا اللي عندي. باقا ليا تقريبا ساعه وشي حاجه، ساعه ونص تقريبا. هنا غادي نصاوب بيتزا. العجينه ديالها مسلحه، ندير ليها داكشي ديالها كامل، نوجدها ونحطها باش نخشيها هكا في الفران. المهم هنا غادي نسلحها، واخا العجينه من درتها في الثلاجه ما بقاتش ليا رطبه كما كانت، قصاحت شويه، مي غادي نحاول انه نسرحها هنا. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها من المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع ارتضي الأقدار واقنع آملا في الناس تزرع تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل. وهنا غادي يكون سال الفيديو تاع اليوم. كنتمنى انه يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ولا عندكم اي تساؤل خليوا لي كومونتير ديالكم لتحت. تهلاو ليا في راسكم. بسلامه.